غناخذوا اشهر رموز عندنا هذا العام هذا. غنعطيك عليه 5 ديال الاسئله غيبينوا لنا مزيان واش موجد مزيان الجهه ولا مازال خاصك تخدم في هذه الايام. الرومو اللي غنختاروا هو لا بواط اميرفي ديال احمد الصفري. نبداو باول واهم سؤال عندي في الرومو ديالي وهو كي ليفينمون بيرتورباتور. شنو هو الحدث اللي غيرول لي الروايه ديالي ديال لا بواط اميرفي اللي كنعرفوا كاملين كان في لو شابيتر 9 واللي هو لا روين دي بير معلم عبد السلام. معلم عبد السلام ا بيردي سون ميغر كابيتال او سوق الحي. شاري راس المال ديالو في سوق الحي. لا سوليسيون اللي كان عنده هو دو بارتير ا لونفيرونمون دو فاس اي ترافايي كوم ان مواسون ويهاجر لونفيرونمون دو فاس ويخدم في الحصاده وغاني ان نوفو كابيتال باش يربح واحد راس المال جديد. السؤال الثاني عنده علاقه مع لو شابيتر نيميرو 1 فين غدا في زيار حمام على لاله زبيده. والسؤال تيقول لي بوركوا رحمه الى لا زبيده 68 ديسبيتي. علاش غدا في زيار حمام على لاله زبيده؟ كنعرفوا كاملين انهم ils vont disputer pour le jour de l'Ussibli اللي هو لو لاند. السؤال الثالث عنده علاقه مع لو شابيتر نيميرو 3 واللي كنعرفوا بان اهم حدث فيها وهو لا ديسباريسيون دو زين. فالسؤال تيقول لي او زين باتيليتي تروفي. كنعرفوا كاملين بانهم غيلقاوها في دار القيطو. وكما قرينا كاملين بانه رحمه pour remercier le dieu après avoir retrouvé sa fille il va organiser un repas. السؤال الرابع عنده علاقه مع اهم مكان عندي في لا بواط اميرفي اللي هو دار الشوافه اللي كنعرفوا كاملين بانه كاينه طونس كنزه في لو ريت شوسي. كاينه رحمه وسون ماري دريس العواد وعندهم واحد البنزين كاينين في البروميير ايطاج. لا دوزيام ايطاج كاينه فيه لا فامي دي ناراتور اللي فيها المعلم عبد السلام ولا لا زبيده فيها لو ناراتور سيدي محمد. كاينه لا دوزيام فامي في لا دوزيام ايطاج اللي هي فاطمه الفزاويه وسون ماري على لو جاردين. هادو كلهم غير كراي ديال دار الشوافه. فالسؤال ديالي كي لي لا لوكاتير برينسيبال دو دار الشوافه؟ شكون هو الكراي الرئيسي ديال دار الشوافه؟ كنعرفوا بانه سي طونت كنزه اللي هي لا فواي. والسؤال الخامس خمسه وخميس على كي لو نوفو ترافاي دو المعلم عبد السلام ابري افوار بيردي سون ميغر كابيتال. شنو هي الخدمه الجديده اللي غيخدمها المعلم عبد السلام مور ما غيمشي ليه راس المال ديالو؟ il va travailler comme un moissonneur.